في البداية لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة. القبض على رئيس هيئة ملكية سعودي بتهمة غسل الأموال. صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلاء المهندس عمرو صالح عبد الرحمن المدني لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية المذكور أحد ملاكها من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه. بلغ مجموعها 206 ملايين و630,905 ريالات. وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صوريا من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهو ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها 1,298,923 ريالا، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة وقيامه بالحصول على أرباحه